لم يعلم الخديوي إسماعيل بأنه سيخسر أشهر نصب في العالم عندما رفض تنفيذ مشروع نصب باسم مصر تنير الشرق للنحات الفرنسي أوغوست بيرتولدي، حيث كان مخططا لهذا النصب أن يكون فنارا يواجه البحر من جهة قناة السويس ويحمل وجه الفلاحة المصرية. البعض يتهم ميسيو دي ليسيبس المشرف الهندسي على مشروع قناة السويس آنذاك لإخفائه التخطيط الأولي لنصب الفلاحة المصرية. لم يكن هذا التمثال سوى تمثال الحرية الذي أصبح الآن رمزا لأمريكا. الحكاية تدور أحداثها بين مصر وفرنسا وأمريكا، ويرويها لنا أزهر جورج من باريس. نحن ليس في نيويورك بل في باريس، الموطن الأصلي لتمثال الحرية. حكاية هذا التمثال قد بدأت في القاهرة ومن ثم في قناة السويس، عندما عرض النحات الفرنسي فريدريك بريتريدو على الخديوي إسماعيل أن يقيم نصب الحرية عبارة عن وجه الفلاحة المصرية حاملة الشعلة، إلا أن الخديوي إسماعيل اعتذر بسبب الضائقة المادية والتكلفة العالية لحفر قناة السويس والاحتفال بها. 1869 يسافر بريتولدي إلى مصر ليعرض على الخديوي إسماعيل مشروع تمثال باسم مصر تنير الشرق لينصب على المدخل الجنوبي لقناة السويس. ينزل الستار على نصب الفلاحة المصرية ليقترح بريتولدي المشروع على بلدية نيويورك. ذلك مع بعض التغييرات بالحركة والملبس، إذ يتخذوا بدلا من الفنار شعلة الحرية وتغيير ملبس الفلاحة المصرية بملابس أحد آلهة اليونان. أمامنا نموذجان لنصب الحرية مهداة من قبل جان إيميلي زوجة النحات أوغوست بورتولي لمتحفنا. هذان النموذجان قد عرضا في معرض باريس 1878، كما عرض بورتولي التمثال النصفي لنصب الحرية إذ كان قد انتهى من تنفيذه، هكذا ليسمح لزوار المعرض للصعود إلى أجزاء رأس التمثال العلوية والاطلاع على تفاصيل هذا النصب الفريد آنذاك. ولغرض تمويل مشروع التمثال ماليا، استغل النحات بورتولدي معرض فلادفيليا في عام 1876 لعرض مقطع اليد والشعلة لغرض زيادة العائدات المالية لاكتمال المشروع، وكما فتح ورشة تنفيذ التمثال للزوار. ومصدر التمويل الآخر هو اعتماده على التصوير الفوتوغرافي لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والنصب واستثمار عوائد الصور الدعائية المباعة للصحف الفرنسية والعالمية. هناك رأي يقول بأن وجه التمثال يماثل أو يشابه الملكة البابلية سميراميس، والآخر يقول بأنه منقول من وجه والدة النحات، لكن بريتولدي لم ينفي أو يؤكد ذلك. هكذا لتبدأ مراحل تجميع هياكل النصب، لتبدأ مرحلة الصهر وصب القوالب ما بين عام 1867 و 1884. وبدءا مع عملية المونتاج يبدأ ارتفاع النصب شامخا في ورشة بنائه الباريسية، ليراه الباريسيين لأول مرة نصبا مكتملا.
350 قطعة تجمع من ورشة الفنان الباريسي لتشحن بالباخرة إلى نيويورك. وبمناسبة الذكرى المئوية لاستقلال الولايات المتحدة يقام له احتفال عام 1886، وليصبح هذا النصب رمزا وطنيا للولايات المتحدة وموقعا أثري من قبل اليونسكو عام 1924. هكذا تخسر مصر أحد الأعمال الفنية الأكثر شهرة في العالم، ويسدل الستار نهائيا على نصب الفلاحة المصرية.